السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، نتمنى منكم إذا هالقناة هاي تفيدك بمعلومات بنصايح اشترك معنا بهالقناة، جزاكم الله خير. معتمدين على نشر هاي القناة عن طريقكم، متابعتكم، وإذا عجبك هذا الفيديو لايك. إخواني، إحنا الخروج الدجاج إذا كان عندك فروج لحم وصار مع الخروج علف واسهال بنفس الوقت، انت تحط التهاب كبد مع بعض طبعا وفطور مضاد فطور. هذا راح ايش؟ راح مباشر دجاجك راح يتعافى على هذا الامر. تمام شباب؟ هاي المعلومة هامة جدا، وان شاء الله ما تصيب المربين الا الخير ان شاء الله ويربح الجميع. طبعا لولا انه بهاي الوقت صار هذا المرض، يعني احنا الفيديو يتابعوني كثير من الناس بشمال سوريا وبكل الوطن العربي، انه خلاص صار هذا يعني ببعض الامراض يجي مرض على الكل، يعني هذا وقته يتقلب الجو والامور هاي. تمام شباب؟ نتمنى انكم تهتمون بهاي الموضوع اللي تكلمنا به، هو رأسا تنزل التهاب كبد ومضاد فطور مشان يتعافى دجاجك. تمام شباب؟ واذا شفت ما في استفادة سريعة مباشر تقطع المي ساعتين، تجيب قشر رمان وتنزل قشر رمان. طبعا تحط بتنكة، تحط 4 كيلوات بتنكة مي 16 لتر 20 لتر، تنقع كيلوين قشر رمان وتنزله للدجاج، راح ان شاء الله يتعافى دجاجك. هاي المواضيع شباب مشان ما تخسر من وزن الدجاج، بس يصير اسهال ويصير ينزل علف مع الخروج الدجاج، لازم بأسرع وقت تتلافى الأمراض هاي. أسأل الله الربح للجميع ويرزق الجميع، ونتمنى منكم نشر الفيديو يا شباب، واشتراك بالقناة يا شباب، جزاكم الله خيرا.